الله معكم أصحاب يسوع. الله دايما معنا. تعرفوا مين أكتر شخص بيساعدنا نتحضر صح لميلاد يسوع؟ مريم. مريم، صح. مريم عندها دور أساسي وكتير مهم بالوقت يلي منكون ناطرين فيه ميلاد يسوع ابننا، وهي اللي بتعلمني كيف اتحضر وانطره مثل ما هي نطرته وكانت جاهزة تستقبله. يوم من الأيام بيطل ملاك الرب على مريم بيقلها كلام كتير حلو. أول جملة بيقلها إياها: السلام عليك يا مريم، الرب معك. عطاها السلام لأن الخبرية اللي رح يخبرها إياها هي أحلى خبرية بالدنيا، وهيك بشرها لمريم أنه ببطنها رح يتجسد يسوع، يعني ابن الله رح يصير إنسان، ومريم هي أمه ورح يكون الطفل عظيم. ومن بعد ما سمعت مريم كلام الملاك أكيد تفاجأت، وبنفس الوقت الفرح كان معبى قلبها، لهيك جاوبته من دون تردد وقالت: نعم بدي يسوع جواتي لأعطي لكل الناس. وهيك بلشوا الأشهر التسعة اللي يسوع كان عم يكبر فيهم ببطن مريم، وهي كل الوقت كانت تصلي وتشكر الله وتضل تفكر فيه، وصارت تتحضر لولادة يسوع. اسمعوني منيح يا أبطال، مريم هي أجمل مثال قدامنا لنعرف نحن كمان كيف نتحضر تيولد يسوع، ورح نتعلم منها 3 أشياء كتير مهمة. يلا كل واحد يحضر أصابيعه ويبلش. 1. بدي أقول نعم مثلك يا مريم، أنا كمان بدي يسوع يسكن بقلبي ويكبر وأقدر خبر عنه وأعطيه لكل الناس. يلا سمعوني النعم بصوتكن الحلو. بدكن يسوع يولد فيكن؟ نعم. 2. كل يوم بصلي لما أوعى وبقول له ليسوع أنا ناطرك، وعشية لما يخلص نهاري بغمض عيوني وبقول له نيالي أنك بقلبي. 3. مريم ولا يوم نسيت أنه في ابن الله جواتها، وأنا مثل بدي كون. ضلني منتبه على حضور يسوع جواتي لكون عم بتحضر صح لأستقبله بليلة عيد الميلاد. من عيدن: 1. نعم بدي يسوع. 1. نعم بدي يسوع. 2. بصلي وبنطر. 2. بصلي وبنطر. 3. بتذكر يسوع بكل شي بعمله بالعيد. 3. بتذكر يسوع بكل شي بعمله بالعيد. يلا أصحاب يسوع، فكروا منيح باللي تعلمناه اليوم مع مريم. الميلاد قرب، يسوع جاي، يلا نقله سوا مع مريم بكل لحظة: نعم يا يسوع، ناطرينك تملي الدنيا كلها فرح وسلام وأغاني وصوت جراس. انطروني تنعيد سوا. باي أصحاب يسوع.